تعالوا نشوف أكلتنا النهاردة ما يختلفش عليها اتنين. عملت ايه يا مشاهد؟ احنا عملنا سمك مقلي، وعملنا رز صيادية وسلطة وبصل أخضر، وهو ده كان غدانا النهاردة. وتعالوا نشوف بقى الطريقة والتست الجميل اللي هيخلي معاك السمك يبقى مقرمش ولونه جميل. والتتبيلة بتاعته هتكون ازاي، واحدة واحدة في الفيديو. تعالوا نشوف مع بعض كده جوه الفيديو ونخش جواه ونشوف ايه التحابيش اللي جواه اللي مشاهدة عاملاه النهاردة في قلب الفيديو. يا مساء الفل، يا مساء السعادة على عيونكم، على أحلى أخوات وأحلى أصدقاء في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا ريت بقى ما تنسوش باللايك والشير والاشتراك، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل كل جديد من وصفاتنا. وأنا باشكركم جميعًا جدًا، جدًا، جدًا على تعليقاتكم الجميلة اللي بتبسطني ودعمكم الجميل ليّا. يعني لو فضلت أشكر مش هاقدر أشكر تاني. شوفوا بقى الجمال بتاعنا، شوفوا السمك رز الصيادية. تعالوا نخش في المكونات على طول كده. إحنا إيه، هنتكلم. ده أنا عندي سمك بلطي ما شاء الله كبير أهوّة. كنت غسلاه ومنضفاه ونقعاه بملح وليمون زي ما انتم شايفين. أو حد يحط خل في وهي السمك وهو نقعه كده وغسل، اوعوا بيضر السمك. عندي دول بصلتين كبار مفرومين، ده هنعمل برز الصيادية. ودي التتبيلة بتاعت السمك. هو ايه بقى؟ توم وفلفل حامي وفلفل رومي وجزر. والتوابل بتاعته هيكون ايه؟ كمون كزبرة وشطة وملح. دوت التوابل اللي انا هحطها ايه لتتبيلة السمك. تعالوا نعمل مع بعض كده البصلاية بتاعتنا. شفتوا الحلة؟ اركزي اصبري. احط لها مكعب مرقة، وهي البصلاية بتاعت الرز الصيادية. ثم بقى لما يتكرمل ويحمر كده براحته، هنروح نتبل السمك بتاعنا بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. بصراحة الرز الصيادية دوت جميل جدا، وهنحط له توابله برضك، بس ايه ما نيجي لمرحلة التوابل هنقول احنا حطينا له ايه. دي طبعا التتبيلة بتاعت السمك. حطيت بقى ايه؟ كمون كزبرة شطة وملح. وهي بقى ايه؟ الجزر المفروم في الكبة، وتوم وفلفل حامي وفلفل رومي. كل دي تحابيش بتاع، بس بصراحة كانت التتبيلة رهيبة وجميلة. جربيها ومش هتندمي. طبعا بخلط كل المكونات في بعضها اهيت. بعد كده هاخد السمك واحدة واحدة كده وأتبلها معايا. تبلته من جوه من بطنه ومن بره كده، وهغطي عليه واسيبه بقى ايه شوية كده يتشرب من التتبيلة بتاعته. تمام. وصلت معايا لحد هنا؟ صلوا معايا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا ما فيش حد فينا يعني ما بيحبش السمك، كلنا بنعشق السمك. السمك البلطي ده بصراحة يعني يعتبر العشق يعني. طبعًا البصلاية بتاعة الكرملة أهيّة وأحمرت، هاحط لها المقدار المَيّة بتاعة الرز بتاعتي، وأحط توابل بقى. أحط بقى إيه، حلاوة الرز الصيادية. أحط له قرفة، 7 بهارات، كمون وكزبرة والملح. بس مش عايزة حاجة أكتر من كده. هتاخدي أحلى شوية رز صيادية، مش هتندمي عليهم بصراحة يعني. سيبهم بقى لما ميته تغلى كده، هنزل ايه بالرز بتاعي عشان يستوي مرة واحدة. ده طبعا بعد ما المية بتاعته غلت، هنزل بالرز ده. كنت انا غسلته زي ما انتوا شايفين، وحطيت له مقدار الملح بتاعه، واسيبه بقى يستوي. قلبته كله في بعضه كده عشان البصل المتكرمل دوت يدخل في قلب الرز، ويبقى ايه كله متشرب مع بعض. تعالوا بقى نعمل الخلطة اللي انا قلتلكوا عليها للسمك. احنا مش هنبله في دقيق كده، لأ. انا جبت كوباية مية، وحطيت كركم، وحطيت شطة، وحطيت سنة 7 بهارات وملح. يعني ربع معلقة ملح كده، والدقيق بتاعه. هخلط كل المكونات دي ببعضها كده عشان اعمل زي ايه، زي عجينة البانكيك كده، بس خفيفة كده عشان انزل فيها السمك. ما شفتوا انا بخلطها ازاي؟ تعرفها اللي انا يعني خلطها ازاي. ودي بقى هتخليك السمك حلو ومقرمش وجميل، ولونه يطلع حلو زي ما انتم شايفين اهوت. طبعا شايفين انا هنزلها في الخليط اهوت، السمكية في قلب الخليط اللي انا عملته. اطلعه كده بالشوكة واحدة واحدة، ويكون الزيت على النار بيسخن. هنزل بقى في قلب المقلاية بالسمك بتاعي.
ركزوا معايا، ركزوا. زي ما انتم شايفين اهو. ايوه كده. نعمل واحدة كمان، نعمل واحدة كمان. زي ما انتم شايفين اهو. هنزل السمكية في قلب ال- الخليط اللي انا عملته، واطلعها تاني كده. خد بالك كانت هتقع مني. همسكك يعني همسكك. وصلت معايا هنا. صلوا معنا الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتم شايفين اهو. برضك ايه، وهسيبه ايه لما تتحمر. طبعا عشان السمك كبير كنت مهديه على النار شوية. لما يحمر اقوم قلبها على الجهة التانية وكده زي ما انتوا عارفين. ده طبعا بعد ما احنا خلصنا وغرفنا الاكل بتاعنا. زي ما انتوا شايفين ده رز الصيادية. واو واو واو، طعمه خطير. وده بصل اخضر. طبعا الأكلة كاملة متكاملة. وسلطة والسمك وكده يعني. وخلصنا الغدا بتاعنا ايه يعني، يعتبر نقول بربع ساعة نص ساعة. وخلصنا الغدا بتاعنا. طبق السلطة بتاعنا الجميل اهوت، والطبق الرز الصيادية ده واو جميل جدا. كان طعمه وريحته خطيرة. وطريقة سهلة جدا يعني. لو انت بتجيبها الرز والسمك دي من بره طبعا بمبالغ، لكن انت حاجة في بيتك اهوت وبايدك انت تعمليها. وانا عارفة انتوا بتعرفوا تعملوا احسن من كده مليون مرة. بس احنا طبعا يعني بنفيد وبنستفيد، بنفيد من بعض. إن عندك حاجة نستفيد منها، انت عندك حاجة تستفيدي من كده يعني. كل حاجة بيبقى فينا عنده ايه، تيست معين كده في الطريقة بتاعته. هو ده الفيديو بتاعي يا حبايبي يعني. يا رب يكون نال اعجابكم. واتمنى يا رب كده إيه كل فيديوهاتي تكون بتعجبكم. وتكون طريقتي الشرح تكون كويسة. إيه، يلا أسيبكم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.